السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد وجبت لكم واحد الكعك كيتصاوب بالحليب، راه ما نقول لكم شحال كيجي بنين 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 بزاف. وإلا كنتي اول مره تشوفي لا فيديو ديالي كنقول لك مرحبا والف الف الف مرحبا. اشتركي في القناه وفعلي الجرس باش يوصلك الجديد ديالي ان شاء الله يا ربي. بسم الله، وغادي ندوزو للمقادير اللي هما بساطين والنتيجه زوينه بزاف، ونتمنى انهم يكونوا المقادير في اي دار ان شاء الله يا ربي، وتنوضوا تجربوا هاد الكعك بالحليب ان شاء الله يا ربي. بسم الله. عندنا في اناء غادي نديروا بيضه وبيض بيضه، والصفر غادي نخليوه حبيباتي للزين، يعني شي حاجه اللي هي باينه اننا غادي نديروا بيضه كامله وبيض بيضه، والصفر غادي نخليوه للزين. ضروري ما خصو يكون البيض بدرجه حراره المطبخ، شي حاجه اللي هي ضروريه وضروريه وضروريه. هنا غادي نديروا كاس قل ربع ديال سكر سنيده، غير كاس قل ربع، ما تعمروش الكاس باش ما يجيوكمش حلوين. كاس قل ربع ديال سكر سنيده، كاس قل ربع ديال الزيت. يعني كلشي كنوجدوا هاد الكعك، يعني كل المقادير كاملين كنديروهم يعني في دقه واحده. غادي نزيدوا معاهم كيس من الفاني من فئه 8 او 9 غرام. عندنا ملعقه كبيره من الخميره ديال الخبز، وكيس من الخميره ديال الحلوى من فئه 8 غرام، وقريصه ديال المليحه، شي حاجه اللي هي ضروريه ما نساوهاش. وهنا غادي نديروا الزرارع، اي زرارع نتوما عندكم. درت انا هنا معلقه كبيره ديال الجنجال ومعلقه صغيره ديال النفع، ضروري ما نصهدوهم شويه في المقيله، ضروري باش كيطلقوا لينا داك المذاق اللي زوين. وغادي نضيفوا كاس ديال الحليب دافي صافي، وغادي نخلطوا كلشي مزيان. يعني ما كاين ما سهل من هذا الكعك، وما كياخذوش معنا الوقت بزاف وحنا واقفين، والنتيجه زوينه وزوينه بزاف. هنا غادي نخلطوا كلشي مزيان حتى يذوب لينا سكر سنيده، راه دغيا كيذوب لينا سكر سنيده مع الحليب دافي، راه دغيا كيذوب لينا، ما كياخذش لينا الوقت. هنا غادي نضيفوا نص كاس ديال الفينو، شي حاجه اللي هي ضروري انكم خصكم تضيفوا الفينو، كيجيو هشاشين ورطبين، وما كيجيوش يعني ما كيجيوش معجنين، كيجيو رطبين ما عندي ما نقول. هنا غادي نضيفوا كاس ديال الدقيق، غادي نعبر معكم بالكاس باش تعرفوا تقريبا شحال كتاخذ معكم ديال الدقيق. غادي نضيفوا الكاس الثاني، وغادي نضيفوا الكاس الثالث، وغادي نعمروا الكاس الرابع، وغادي نحطوه حدانا، وغادي نشوفوا شحال العجينه غتاخذ لينا. غادي نجمعوا بيدينا باش كنتحكموا في القوام ديال العجينه اكثر، انا غنعجنوا بيدينا هكا احسن. صافي هنا كندخلوا داك الدقيق كامل اللي درنا، يعني القوام ديال العجينه هنا مازال سائل بزاف، يعني مازال خصو الدقيق. غادي نضيف داك نص كاس، يعني نضيف نص كاس ونشوف واش مازال خاصني. هنا مازال غادي نضيف داك الكاس كامل ديال الدقيق، ومن بعد مازال خاصني واحد شويه، غادي نضيف واحد الملعقه كبيره ديال الدقيق. صافي كنكون يعني هذا هو الدقيق اللي خدا معايا 4 ديال الكيسان ومعلقه كبيره، يعني و8 معلقه كبيره. ضروري هنا العجينه خصكم تخليوها مرخوفه، وياكم تقصحوا العجينه ديالكم، خصها ضروري العجينه ما تبقى كتلصق لينا في اليد. ها نتوما كما كتشوفوا خدات معايا 4 ديال الكيسان ومعلقه كبيره، شوفوا العجينه كي مازال كتلصق ليا في اليد، ولكن غادي نضيفوا مع هذه الملعقه ديال الزبده، خصها تكون الزبده بدرجه حراره المطبخ، وغادي نضيفوها مزيان العجينه. هنا العجينه ديالنا صافي ما كتبقاش تلصق لينا، واخا هي خفيفه في اليد ديالنا بزاف، ولكن ما كتبقاش تلصق معنا، يعني بحال الاول. غير كنضيفوا لهاد الملعقه ديال العجينه كتولي عندنا العجينه رطيبه وزوينه بزاف. كما قلت لكم نتوما ضيفوا يعني الكاس الرابع ضيفوه تدريجيا، تقدر تهز يعني بحال كي هزت معايا انا، تقدر تهز معكم يعني قل. المهم نتوما الكاس الرابع 3 د الكيسان غتهزوهم، ولكن الكاس الرابع ضيفوه تدريجيا. انا هزت معايا 4 د الكيسان كما قلت لكم ومعلقه كبيره. هنا غادي ندوزو باش نخليوها تخمر، ضروري ما تخليو العجينه ديالكم تخمر لكم مزيان 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 باش كتعطينا النتيجه زوينه. وهنا غادي ناخذ طاوله العمل اللي فاش غادي نخدموا، غادي نرشوها بشويه ديال الدقيق، وغادي نحطوا عليها العجينه ديالنا. شوفوا العجينه تبارك الله شحال مرخوفه، ولكن ما تخافوش راه ما كتلصقش معكم في اليد، يعني شي حاجه اللي زوينه، واحد العجينه راه رطيبه بزاف. صافي هنا كنطلقوها بالمدلك، ويعني ضروري ما خصنا نخليو العجينه ديالنا السمك ديالها خصو يبقى يعني ما يكونش رقيق بزاف، خصو نخليوه يعني متوسط، ماشي غليظ بزاف وماشي رقيق. غادي تشوفوا السمك يعني ديال العجينه كيفاش انا خليته.
يعني ضروري ما غنستعملوا شويه ديال الدقيق، ما تكثروش البنات الدقيق، استعملوا غير شويه ديال الدقيق، راه ما تخافوش العجينه راه ما كتلصقش معانا، يعني ما كتلصقش لينا بزاف، يعني غير شويه وفي اليد راه ما كتلصقش نهائيا، استعملوا غير شويه ديال الدقيق صافي كتكون كافيه، ما تكثروش الدقيق باش تبقى لكم العجينه زوينه. صافي هنا غادي ناخذ واحد الاطار، اي اطار نتوما بغيتو تقطعوا به ما كاينش مشكل. خديت واحد الاطار هنا دائره، هذوك الاطارات اللي كيكونوا من الصغير حتى الكبير، خديت هذا ما قبل الكبير، يعني هذا هو اللي قل من الكبير كاع في مره، وانتم تاخذوا الحجم اللي بغيتو نتوما. صافي هنا غادي نقطعهم يعني بكل سهوله. كناخذوا اللاطه كنفرشوا فيها بابي كويسون اولا ورق الطهي اللي يعني الا كان متوفر لكم، ما كانش متوفر لكم ديروا حبيباتي الزيت، يعني ما كانش مشكل، غير هو ورق الطهي غير كندهنوا لهم الوجه ديالهم بالبيض، يعني داك الكعك باش ما يلصقش لينا في اللاطه كنديروا ورق طبخ باش كنحيدوا علينا جميع المشاكل. صافي هنا غادي نديرهم في اللاطه ديالي، كتشوفوني ما درتش ليهم داك الدائره الصغيره حتى كنساليهم كاملين وكنديرهم في اللاطه، عاد كندير لهم داك الدائره الصغيره باش كيجيوني كيبقاو ليا في الحجم ديالهم الدائري. الا درتو داك الدائره الصغيره الصراحه بحال كيتعوجوا لكم، ما كيبقاوش في نفس الدائره اللي قطعتوهم، يعني فهمتوني. ديروهم بحال هكا في اللاطه، عاد ديروا لهم داك الدائره الصغيره. صافي العجينه اللي كتبقى ليا كنجمعها وكنخليها ترتاح، بيد ما ساليت هادو ودرتهم في اللاطه كنرجع ليها. هنا هانتوما كما كتشوفوا يعني خديت داك الدائره الوسط، ديروها باي حاجه نتوما عندكم. انا خديت واحد القمع وكندير به داك الدائره الوسطانيه، نتوما ديروها باي حاجه، واخا ما عندكمش ديروها غير بداك المغطى ديال القرعه د المناضه ولا القرعه ديال الماء، ولا المهم اي حاجه عندكم ما كاينش مشكل، المهم ديروا هاد الحفيره الوسط. صافي هنا من بعد ما ساليتهم كاملين وتبارك الله هاد العجينه هادي راه كتخرج لينا 18 حبه، راه الخير والبركه. هنا غادي ناخذ صفر ديال البيضه اللي خلينا من قبل، غادي نضيف معها شويه ديال الكاكاو وشويه ديال الحليب. الكاكاو كيبقى لكم اختياري، بغيتو تضيفوه يجيكم داك اللوين داك الذهبي اللامع ضيفوه، بغيتو تخليو غير صفار البيض مع الحليب ما كاينش مشكل، كيبقى لكم الاختيار. اولا القهوه سريعه الذوبان حتى هي كتجي زوينه، الا بغيتو تضيفوهم ما بغيتوش ديروا غير داك صفر البيضه اللي خلينا مع الحليب ودهنوا بهم الوجه ديالكم عفوا الوجه ديالهم، سمحوا لي. صافي حبيباتي سمحوا لي. المهم حبيباتي من بعد ما غندهن ليهم مزيان الوجه ديالهم كناخذ فرشيطه، ها نتوما كيفاش كتشوفوا كندير يعني خطوط مقابله مع خط مقابل مع خط بالفرشيطه، هذا كيبقى غير تزيين وصافي. كيبقى لكم الاختيار واش بغيتو ديروهم او لا ما بغيتوش ديروهم، ما كاينش مشكل، المهم انا هذا غير كيبقى تزيين وصافي. حبيباتي ضفتو انا كيبقى لكم الاختيار. من بعد غادي نضيفوا الجلجال، هنا الجلجال ما يكونش محمر بحال اللي درنا في العجينه، حمرناه شويه، هذا اللي في الوجه لا، يعني كما كناخذوه من عند البقال كنديروه في الوجه ديال الكعك ديالنا، حيت هو مازال غادي يتحمر لينا في الفران. هنا كندخلهم على فران ضروري، ما خصو يكون سخون من قبل، يعني شي حاجه اللي هي ضروريه. وهنا في هذه المرحله راه ما كنخليوهمش يخمروا نهائيا، غير كنساليوهم كندخلوا اللاطه الاولى اللي خدمنا، اول لاطه خدمنا كندخلوها للفران مباشره، والفران يكون سخون كيطيبوا لينا من التحت، ومن بعد كنشعلوا عليهم من الفوق كياخذوا لينا هذا اللوين اللي نتوما كتشوفوه دابا. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي الكعك ديالنا، شي حاجه اللي زوينه بزاف شكلا ومذاقا. صراحه ما عندي ما نقول، اللي غادي نقول لكم هو نوضوا جربوا هذا الكعك هذا، فرحوا به وليداتكم وفرحوا به العائله ديالكم. كانت عندكم شي خرجات ديتوهم للبحر غابه في شي ويكاند، الصراحه كينفعوا بزاف الوليدات للمدرسه. الصراحه هذا الكعك هذا كينفع بزاف، تشربوا به اتاي في العشيه اولا قهوه، تفطروا به الصباح، ديروا فيه جبينه او لا اي حاجه تاكلوه غير هكاك، راه شي حاجه اللي هي بنينه بزاف. غير نوضوا جربوه وردوا عليا في لي كومونتير وقولوا لي كيفاش جاكم هذا الكعك هذا بالحليب وبالصحه والراحه.